فيلم همام في امستردام احلى واكتر فيلم متنوع لمحمد هنيدي. خلص يابا، انت بتحلق لرئيس الحي. همام مستعجل. يعني لو عايز تشوف انه فيلم كوميدي، فيلم فيه كميه ضحك وافيهات اكتر 10 اضعاف من اي فيلم كوميدي بيتعمل دلوقتي. لابد تكون حكاية إيمان هي اللي مأثرة فيه. ما تقسم، يعني هتأثر اكتر من كده؟ ولو عايز تشوفه قصه كفاح وصعود فده طبيعي جدا، وتحس ان هو ده اساس الفيلم. بقول لك ايه؟ نعم. عدد سكان هولندا كام؟ مش 15 مليون؟ تقريبا 15 مليون. مش هنزل من هنا لما اخد من كل واحد جلده. ده غير ان الفيلم كان فاضل له اغنيتين كمان ويصنف فيلم موسيقي عادي جدا. يا آية يا آية يا آية. لكن انا بشوف ان فيلم همام في امستردام بلاك كوميدي من الدرجه الاولى. يعني مبدئيا كده واحنا لسه بنشوف التتر، همام كان بيصطاد وكل ما بيفكر انه اصطاد حاجه بتطلع جزمه. هل دي كانت بتضحك ساعتها؟ طبعا، لكن مفيش حاجه صدفه، خصوصا في افتتاحيه الفيلم، لان هنا المخرج لسه عايز يعرفك عن ابطال الفيلم ويديك تفاصيل عنهم عشان يدخلك في الحدوته بتاعته. والمشهد ده كان بيوضح ان البطل حظه وحش والدنيا مش ماشيه معاه. المشهد اللي بعده بنعرف ان همام حتى في ليله العيد بيروح بيته الصبح. كده حتى ليلة العيد جاي الصبح. عشان اعرف انام ياما، ما العيال بتركب عليا كاننا في محطه مصر. وبنعرف انه عايش هو وامه واخواته البنات وجوازهم وعيالهم في بيت واحد. وعد بقى معاه، بيتقدم لحبيبته اللي بيحبها من 5 سنين وبيترفض لانه معهوش ولا شقه ولا شبكه ولا ميكروباص. ميكروباص؟ انا طموحي مش في الميكروباص. بيبيع دهب امه وبيدفع كل اللي حيلتهم عشان يجيب الفيزا الشنجن. شنجن مين يا رونالدو؟ احنا عايزين فيزة هولندا. يا حمار يا حمار يا حمار، ما الفيزا دي انا هفهمك بس بعد ما فوق من البتاعه دي. المهم بيكتشف ان هي مضروبه. انت متأكد انها مش مضروبة؟ بعد كده بيعرف يرجع فلوسه تاني وبيكمل عليهم وبيجيب الفيزا الصحيحه. ايوه كده، التأشيرة تبدو صحيحة. وبيشتغل بقى ليل ونهار عشان يجيب حق التذكرة لحد ما بيقدر بشوية مساعدات من أهله وأصحابه إنه يجمع حق التذكرة ومصاريف السفر. وآخر مشهد لهمام في مصر قبل ما يسافر، بيشوف حبيبته بفستان الفرح مع عريسها وبيسافر وهو مكسور. وهو في المطار بتقع منه الفلوس اللي كان هيمشي نفسه بيها لحد ما يوصل لخاله في هولندا ويلاقي شغل. وبتحس إن هاني رمزي طلع بنفس الشخصية الرزلة بتاعت صعيدي في الجامعة الأمريكية، ويدخل في الكادر هنا في همام وياخد منه فلوسه زي ما أخد منه البنت اللي كان بيحبها في صعيدي. عن اذنكم بقى عشان نبلغ بقية الزملاء. المهم بيكتشف همام لما بيوصل هولندا ان فلوسه وقعت منه هي والورقه اللي فيها عنوان خاله، ويلف في الشوارع وهو تايه ومش عارف يعمل ايه، ولا معاه فلوس ياكل ويشرب ولا عارف يوصل لخاله ولا يعرف حد في البلد اللي حتى ما بيعرفش يتكلم لغتها. اول يوم يا رب في امستردام كده. وفي اخر اليوم بينام في الشارع وبيصحى على ضابط شرطه بيساله انت بتعمل ايه هنا وفين الباسبور بتاعك. بيهرب منه همام وبينسى الباسبور بتاعه عشان يبقى ولا معاه فلوس ولا يعرف حد في البلد ولا حتى معاه اثبات شخصيه. بيكمل همام لف في الشوارع لحد ما بيلاقي عجل، فبيقرر انه يشتغل سايس لحد ما الدنيا تفرج. لا يا رب الواحد لو خد ربع جلدر ولا نص جلدر في كل ركنه عجله مش كانت تبقى فرجت. فبيجي له ضابط شرطه تاني وبيستغرب هو بيعمل ايه وبيساله عن الباسبور بتاعه. فبيكتشف همام انه نسى الباسبور بتاعه لما كان نايم في الشارع. بياخدوا ضابط الشرطه على الاسم. هيرحلونا ومن بعد يعملوا لنا وثيقة سفر. يرحلوا مين؟ وانا لحقت اقعد؟ ده انا بقالي يومين، ده لو رحت جامعه هقعد اسبوع. لكن بالصدفه بيلاقي الضابط الاولاني اللي كان ساله عن باسبوره لما كان نايم في الشارع وبيلاقي الباسبور معاه. ينصر دينك ينصر دينك. لسه همام تايه ورجله بتاخده على نايت كلاب، بيسلم على سعيد حامد مخرج الفيلم وبيدخل، والصدفه بتخليه يقابل ادريانو اللي بيدافع عنه وبيتخانق عشانه في النايت كلاب. حلو، بدات تندع اهي. اركب ومش عايز دوشه. تحت جمهوريه مصر عربيه. لكن لا، لسه برضه الدراما والحظ السيء ملازمينه. بعد ما بيوصل لخاله عن طريق ادريانو اللي بيساعده طول احداث الفيلم، بيكتشف ان خاله بيطرده بالذوق وبيفهمه انه يعتمد على نفسه. ايوه يا اخويا والله، لا يطمنك يا خالد. هنا غير مصر، وزمان مش زي دلوقتي، وانت يا ابني لازم تتعود تعتمد على نفسك. ده غير ان كل ما بيروح شغلانه بيفشل فيها. ما انت مش هتنفع، هولندا مش لايقه عليك يا همام. ونسيت اقول لك ان ادريانو ساعد همام انه يلاقي شقه كلها عرب. خلينا بقى نسيب همام شويه لحد ما يستقر ويلاقي شغل ونروح نشوف باقي ابطال الفيلم. ادريانو صاحب همام وزي ما قلت لك هو الشخص اللي كان بيساعده طول احداث الفيلم. صحيح يالا ما اعرفش عنك حاجه. ابوك بيشتغل ايه؟ معاش عليه. وامك؟ ما شفتهاش. واخواتك؟ انا ساعدتك لما جيت البلد يا همام عشان مش عايزك تبقى زيي، مش عايزك تنام وعينيك مفتحين، تخاف حتى لو سمعت صوت قطه معديه على السلم. سيد اللي دايما مش لاقي شغل. تعبان يا همام، تعبان يا اخي، بتقطع من جوه. انا كبرت وخايف القطر يفوت وارجع مصر اتجوز واتنقل بنيله واخلف ويبقى لي عيله زي بقيه الناس. وطه القناوي. لا، كلكم مش زيي وانت مش زيي. انت ما عندكش 9 اخوات بتجري عليهم وبتعلمهم، ولا انا عاوزهم يطلعوا في الاخر حراميه. ليه يا رامز؟ ليه ما تضربنا بالنار وخلاص؟ اتفضل عشان عندنا ميعاد. ما تجيب جلدر استفتاح. ها
نرجع تاني لهمام اللي اخيرا بيستقر في شغلانه في فندق، وبيستقر اكتر وبيحب رؤية، لكن علشان تستمر الدراما بيكتشف ان زميله في الشغل يهودي إسرائيلي كمان. يقرفه بقى، يبوظ له شغله، يوقعه في مديره، بيحب حبيبته. ملوش في الفن على فكرة أنا شفتك وأنت بتكسر اسطوانة عايدة، بتعمل كده ليه؟ لانه عدو. حتى بعد ما همام بيعمل مشروعه الصغير علشان يزود دخله ويبتدي المشروع يكبر وهمام يبتدي يعمل فلوس، بيبلغ عنه يودا. مبلغ عنك انت. والضرايب بتاخد كل فلوسه اللي عملها، وبيحبط همام جدا وبيرجع لنقطة الصفر، وبنشوفه لأول مرة في الفيلم بيشرب ومش متزن وبيفقد الأمل تماما. صلاة النبي انت ضعت، امال انا ايه؟ بقيت رئيس وزراء؟ ما انا ضايع انا كمان. لكن بيفوق بسرعة همام لما بيشوف صورة أبوه البطل، وبيقرر إنه ما يتخلاش عن حلمه ويكمل، وبيرجع تاني همام يشتغل ويكون نفسه من الأول لحد ما بيحقق حلمه وبيفتح أول مطعم ليه في هولندا، والفرع بيبقى 2 و3، وأخيرا همام الدنيا بتضحك له. أما الخط الكوميدي في الفيلم فده مش هعرف أشرحه لك، أنا ممكن أفكرك بس بشوية إفيهات من الفيلم. شكرا يا كابتن سانتس. نبيل اللي ياد من سانتوس سانتوس جو. خلاص يا عم، وانا هحط تشكيل نهائي اوروبا. ايه ايه الجسم ده يا اسمه محاسب. يا موتوسيكلاتك يا هولندا؟ يا اخوانا اللي هنا ايه يا في مالك يا استاذ همام. ايه ما انا جيت خلاص، بتنده ليه تاني؟ مالك يا همام مكشر ليه؟ يا عم مالك اتجوزت يا عم خلاص بقى، يعني انت كنت هتتجوز رانيا علواني. ماشي. بركة ابوك وامك، ربنا يخلي امك. انا اسف يا طه، انا لله وانا اليه راجعون. بركة في اخواتك يملوا البيت. انا برضو انا لله وانا اليه راجعون. امال لما الباب بيخبط عندكم مين بيفتح يا عم؟ هو ده الريش اللي قلت لي تويته. ايه حد التجاه يا استاذ همام؟ لا مفيش حد التجاه، كل ده وما حدش التجاه. انت ايه كنت ناوي تبعت الفارغ لامك؟ دول في فرشتي. بيروقوها لك بيروقوها لك. شوف الريانو ده الالوان الريانو. بص هتكمل المحافظه كمل المركز، والمركز هيكمل البلينه اللي هيقع فيها امي. في المدرج. لا في البلينه فيها بقى محروس اللي هو عامل ذلك الجدال هيبقى دور بعيد، الواد هيروح يدور على في الغيب على حد من اخواتي. انت هيروح يدور عليه. بص يا طه، انا رايي يا اخوك ما فيهاش حاجه، انت تروح مصر تبوس ايد امك وتيجي اسرع من اللي انت بتقوله ده. ظروفات ايه يا همام؟ يعني اعمل ايه طيب؟ اشحت؟ هو انت كده مدرب الشرقيه للدخان؟ ما انت شحات. ايه اهدى بالهولندي يعني ايه؟ يعني رستخ. رستخ؟ ايوه رستخ يا زكي يا رستخ.